السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد أحمد من قناة لعبة وفكرة. والنهاردة جاي أقول لك على حاجة مهمة جدا لأي حد بيحب الجيمنج أو حتى بيحب يظبط أداء جهازه. إزاي تقدر تشوف الفريمات وأنت بتلعب، يعني تعرف اللعبة ماشية معاك بكم اف بي اس أو كم فريم، وسخونة كارت الشاشة عاملة إزاي معاك عشان لا قدر الله الكارت ما يحصلوش حاجة لو زادت درجة حرارته، والبروسيسور مضغوط ولا مرتاح في استخدامه ودرجة حرارته. وكل ده هنقدر نعمله عن طريق برنامج مجاني بسيط جدا اسمه MSI افتر بيرنر. البرنامج ده مش بس بيوريك الفريمات، لا كمان بيعرض لك معلومات مهمة عن الجهاز في لحظة تشغيل اللعبة. تابع معايا خطوة بخطوة، هنتعلم نحمل البرنامج ونثبته ونظبط الاعدادات علشان تبقى شايف كل حاجة على الشاشة وانت بتلعب بشكل أنيق ومن غير ما يضايقك. لو دي أول مرة معانا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة عشان نحمل البرنامج هسيب لك الرابط بتاعه في قناة التليجرام، هسيب لك الرابط لقناة التليجرام في أول تعليق. بعد ما تحمل البرنامج من قناة التليجرام هتلاقيه نازل معاك بالشكل ده مضغوط. هنلاقي هنا نعمل له فك الضغط عنه، نضغط على دي، وزي ما انتم شايفين فك الضغط كده البرنامج عنه. هنفتح البرنامج بالطريقة دي عشان نثبته، نضغط كليكين شمال عشان البرنامج يثبت معانا. بعد كده هنجي هنا نعلم على ام اس اي افتر بانر، بس البرنامج اللي من تحت ده هنشيل العلامة من عليه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونضغط على انستول. وهو دلوقتي كده بيثبت معانا زي ما انتم شايفين. بيقول لك اختار اللغة اللي انت عايزها، هنختار اللغة الانجليزية، ندوس اوكي. بعد كده نضغط نيكست، نعلم على دي اللي انتوا شايفينها ياتي، ونضغط نيكست نيكست. بعد كده هنا هتختار المكان اللي انت عايز تثبت فيه. انا هختار على السي، لو عندك هارد اس اس دي يا ريت تخليه عليه. ونضغط نيكست. هنا بيقول لك لو عايز تسمي البرنامج زي ما انت عايز. بعد كده نضغط انستول، وكده البرنامج بيثبت معانا. هو اصلا مش هياخد وقت معاك لان البرنامج صغير خالص. زي ما انتم شايفين الواجهة بتاعته اللي هيعرض لنا الفريمات في الالعاب او في اي برنامج. هنضغط برضو اوكي، نضغط نعم. بعد كده هنضغط نيكست، نعلم برضو على العلامة دي، نضغط نيكست، نختار المكان اللي هنثبت فيه. بعد ما نختاره نضغط على نيكست، ونضغط على انستول، وكده برضو بيثبت معانا زي ما انتم شايفين اهواتي. وزي ما انتم شايفين كده هو ثبت معانا. نضغط على فينيش، نضغط برضو فينيش، وكده البرنامج زي ما انتم شايفين الثبت. ودي واجهة البرنامج الرئيسية اللي اول ما يضغط عليه هيجيب لك الواجهة دي. هنا جايب لك كل المعلومات عن الكارت اللي انت مركبه في الجهاز. يعني انا مثلا هنا بيقول لها كارتك ار اكس 580، تمام. وهنا جايب لك درجة حرارة الكارت زي ما انت شايف. ودي لو عايز تظبط اعدادات المروحة تحت الكارت من هنا. ويفضل انك ما تلعبش في اي اعدادات من دي، عشان ممكن لو لعبت في اي اعدادات تبوظ الكارت بتاعك. طيب احنا دلوقتي عايزين نظهر الفريمات في اللعبة. هنيجي نضغط على الاعدادات دي اللي هنا دي هنا لو عايز تظبط المروحة بتاعت الكارت، لو عايز تتحكم فيها، تمام. لا احنا عايزين نظهر الفريمات. هنيجي هنا على اللي بعد الفان، وتشوف انت عايز تظهر ايه في اللعبة اللي انت عايز تشغلها دي. ان كنت عايز تظهر درجة حرارة السي بي يو او الجي بي يو، او عايز تظهر الرامات مستخدم مكان من، او عايز تظهر لعبة مستخدم مكان من الرامات، او عايز تظهر الفريمات. هنيجي هنا اول حاجة الحاجة اللي انت عايزها تظهر معاك، تيجي توقف عليها بالشكل ده وتعلم على المربع الاول ده زي ما انتم شايفين كده. هنزل برضو الفان سبيد زي ما انتم شايفين. ودي السي بي يو برضو نظهره السي بي يو، تمام. والرام زي ما انتم شايفين اهي الرام برضو نظهرها. والسي بي يو باور اللي هو البروسيسور بياخد كام وات من الباور بتاعك برضو نظهرها. وهنا الفريمات دي كلها الفريمات دي يفضل انك تتعلم عليهم كلهم كده بالشكل ده. تعلم عليهم علامات صح كده كلهم، وتاجي بعد كده على كل واحدة منيها وتاجي تتعلم على المربع ده. طيب بعد ما علمنا كده على كل حاجة محتاجينها هنيجي نضغط على تطبيق. بعد كده نضغط على موافق. لو عايز تغير شكل الواجهة تحت البرنامج ده برضو من الاعدادات نفسها، وتاجي على اخر حاجة هنا زي ما انتم شايفين هياتي. هنا لو عايز تغير اللغة، هنا لو عايز تغير الواجهة، دي كلها واجهات زي ما انتم شايفين. مثلا انا عايز دي، اختار اللي انا عايزها زي كده مثلا اهياتي. دي كلها واجهات دي، اختار الواجهة اللي انا عايزها. وبعد ما اخترتها ادوس تطبيق، ادوس موافق، هلاقيها اتغيرت معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنيجي نخش اي لعبة عشان نتأكد ان الفريمات هتظهر ودرجة الحرارة هتظهر وكل حاجة هتظهر. زي ما انتم شايفين مثلا اهي لعبة مثلا، وزي ما انتم شايفين الفريمات ظهرت
ودرجة حرارة السي بي يو والجي بي يو والرام، وكل حاجة ظهرت من فوق الفريمات اهياتي، جايب لي 60 فريم. وهنا بيقول لك ان اللعبة مستخدمة 5 جيجا من الرام. وبس كده، وكده تقدر تراقب اداء جهازك او درجة حرارة الكارت او درجة حرارة السي بي يو او الفريمات. لو عجبك الفيديو او استفدت منه، ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.